أهلا بيكم. هنا راحة القلوب، مساحة هادية نحكي فيها عن اللي بنحسه من غير حكم ولا ضغط. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، وهو الست المريحة في العلاقة. يلا نبتدي موضوعنا، وهستنى رأيكم في الكومنتات. خليني أقولك حاجة يمكن ناس كتير مختلفة عليها. الست المريحة مش شخصية مثالية ومش ملاك، لكن عندها حاجة أهم، وهي الوعي. الراحة مش شكل، مش ضحكة دايما، ومش سكوت على الغلط. الراحة طريقة تعامل. عندها استقرار داخلي، مش كل كلمة بتستفزها، ومش كل اختلاف يبقى تهديد. هي بتفهم ان في فرق بين غلطة وطبع وقلة تقدير، وعلشان كده رد فعلها دايما محسوب. هي مش باردة بس متزنة، بتفهم قبل ما تحكم. في فرق كبير بين واحدة بتقول ازاي تعمل كده، وواحدة تقول ايه اللي خلاك تعمل كده. أول جملة فيها اتهام، التانية فيها رغبة في الفهم. ولما الراجل يحس انه مفهوم مش متحاكم بيرتاح. بتعرف تعاتب صح. الست التقيلة مش اللي ما بتتكلمش، لا، دي هي ممكن تبقى شايلة جواها لحد ما تنفجر. لكن الست الواعية تقول اللي مضايقها بهدوء، تفرق بين انها تاخد حقها وانها تكسر اللي قدامها، وده فرق كبير جدا. دايما بتدي احساس بالامان. الراجل مش محتاج طول الوقت نصايح ولا محاضرات، محتاج مكان يرجع له يحس فيه انه مش متراقب ومش متقارن ومش متحاكم. محتاج يحس انه مقبول حتى وهو مش في افضل حالاته. بتحافظ على خصوصية بيتها، اي مشكلة بينهم مكانها بتبقى بينهم، مش مع حد، مش عنده صحاب ولا اهل ولا السوشيال ميديا، لان في حاجات لو خرجت بره صعب ترجع زي الاول. الست المريحة مش معناها انها تلغي شخصيتها ولا تتنازل عن حقها ولا تستحمل اهانة. هي بس بتختار الاسلوب اللي يوصلها للي هي عايزاه من غير ما تخسر اللي قدامها. الراحة مش ضعف، الراحة قوة ناعمة. ولو حسيتي انك مش كده دلوقتي، عادي، محدش بيتولد فاهم العلاقات، احنا بنتعلم. غيري طريقتك مش كرامتك، غيري رد فعلك مش قيمتك. وصدقيني هتتفاجئي قد ايه الجو كله بيتغير لما الطاقة تتغير.